بداية مشروع طفرة. ماذا بعد إنجاز المغرب في مونديال 2022؟ اقتحم منتخب المغرب تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه عندما حقق معجزة الصعود للدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، ليصبح أول منتخب أفريقي يبلغ هذه المرحلة المتقدمة بعد 3 محاولات جادة من منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا في نسخة 1990 و2002 و2010. ما حدث ليس ظفرة بكل تأكيد، فهناك عمل كبير منذ سنوات يقوم به رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع لإعادة كرة القدم المغربية على خريطة الكرة الأفريقية بل والعالمية، منذ نجاحه في انتخابات الكاف لتولي نفس منصب رئيس الاتحاد الجزائري الأسبق محمد روراوا كعضو بارز في اللجنة التنفيذية للاتحاد. أسس فوزي لقجع المشروع الذي أوصل المنتخب المغربي ليكون أحد أهم القوى الكروية في أفريقيا خلال سنوات معدودة، كما فعل في مشروعه مع نادي نهضة بركان الذي جاء من العدم ليصبح فريق له شنة ورنة. وكانت للاتحاد المغربي رؤية صائبة تستحق الإشادة حين أقال وحيد خليلوزيتش من منصبه كمدير فني للمنتخب المغربي من أجل منح المدرب الوطني وليد الراكركي فرصة توحيد أسود أطلس ليقود الملحمة التاريخية في المونديال القطري، رغم حداثة عهده في عالم تدريب المنتخبات، لكنه أمتع وأبدع خلال 4 أشهر فقط من بعد خلافة المدرب صاحب الآراء الديكتاتورية. كسب المدرب الشاب الحب والمعجبين بفضل فطنته التكتيكية ضد عمالقة كرة القدم، والتي مكنته من جعل المنتخب وحدة واحدة أكثر ممن كان عليه مع هيرفي رونار، مستعينا بالخبرات المميزة التي اكتسبها أثناء فترة احترافه كلاعب في فرنسا وإسبانيا، ومن ثم بخبراته كمدير فني مع عدة أندية أشرف عليها مثل الفتح الرباطي والدحيل القطري والوداد البيضاوي. واستخلص المدرب الملقب رأس لافوكا أفضل ما لدى كل لاعب من لاعبي المنتخب المغربي خلال مباريات المونديال، لدرجة أن البعض شبه ما حدث بعودة نموذج مورينيو تشيلسي أو الإنتر بعد اندثاره لسنوات. وكان لتمتع الركراكي بثقافات متنوعة دور غاية في الأهمية في التعامل مع جميع اللاعبين، وهذا صب في صالحه لإحكام سيطرته على الفريق بما في ذلك اللاعب المثير للجدل الذي حير جميع المدربين، حكيم زياش، الكاريزما والقوة اللغوية المتنوعة ما بين الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والأمازيغية والعربية لوليد الركراكي جعلت كل شيء أسهل عليه في التعامل بسرعة فائقة مع أصعب مهمة مدير فني لأي منتخب في أفريقيا والشرق الأوسط، فكان الإنجاز غير المسبوق. أضيف لكل ما ذكر تمتع الركراكي بالحس الوطني والشغف غير عادي بكرة القدم ورغبته العارمة في صناعة التاريخ، فضلا عن دفء العلاقات الشخصية والإنسانية التي جمعته باللاعبين وأسرهم، ليكسب ثقة جميع الأطراف المعنية. ومن شدة الثقة التي حصل عليها من اللاعبين، جعل الركراكي من حكيم زياش قائدا يعتمد عليه في نظر الجميع خلال 3 أشهر فقط، بعدما كان ينعت باللاعب المزاجي. ولنا في تصريح المدافع بدر بانون تأكيد إضافي، حين اعترف بتفكيره في الاعتزال قبل 4 أشهر لولا تدخل وليد الركراكي. هكذا سد لاعب راسين سانتاندير الإسباني السابق ونجم المغرب في أفريقيا 2004 الفجوات الرهيبة التي خلقها المدرب السابق وحيد خليلوزيتش خلال فترته الكئيبة، التي اتسعت خلالها الفجوة ما بين اللاعب المغربي المحترف وزميله المحلي.